السلام عليكم ورحمة الله حبايبي، يا رب جميعا تكونوا بخير وبصحة وعافية. النهاردة الفيديو بتاعنا هيبقى عن المشتريات. طبعا من ايكيا. زي ما انتم عارفين انا بحب جدا حاجة ايكيا. بحس ان هي حاجة راقية قوي ونظيفة قوي. وتنفع مع العفش المودرن، سواء انت مطبخك هتديله روح مودرن، الانتريه، غرفة النوم، اي مكان انت حابة يكون فيه حاجات سيمبل قوي قوي ورقيقة قوي، فهو ايكيا هو اكتر حد هينفعك ان انت تجيبي منه الحاجات اللي انت عايزاها. خلينا نشوف يلا الحاجات اللي احنا جبناها من ايكيا ونكمل مع بعض. حاجة جبتها معاكم من ايكيا هي زي فازة او حاجة. طبعا انتوا بتشوفوها كتير، موجودة اصلا، يعني ناس كتير قوي بتجيبها، وطالع منها كمان البلاستيك، يعني في نفس المعدن ده. طبعا هو ايكيا مشهور بموضوع المعدن الابيض ده، وفي كمان طالع منها بيبقى بلاستيك، ده بيبقى سعره ارخص شوية من ده، بس انا بحبه لانه ما بتبهدلش. حتى لو الابيض بتاعه راح شويه ممكن بتغسليه بيرجع تاني. فشايفه شكلها حلو، ممكن مثلا يتحط فيها حاجه اخضر كده، يعني ممكن مثلا حاجه زي كده تتحط فيها، هتدي برضو شكل حلو قوي ومختلف. والحاجات الخضراء عامه بتبقى تدي روح حلوه كده ودفى، دفى للمكان، سواء ممكن في الحمام، ممكن في المطبخ، ممكن كمان في لو انتي مظبطه البلكونه بتاعتك ممكن تحط حاجه زي كده. الناس اللي هي ما ينفعش تعمل مثلا نباتات طبيعيه فيه، او المصباح او مصباح على ايدي زي ما بيقولوا اهو شكله. ده عجبني. اولا ده الموديل الجديد بتاع الفوانيس اهو. الموديل القديم اللي انتوا عارفينه اللي هو كان تحسوه جاي بكيرف كده، مش مربع زي ده، مستطيل كده من هنا ومربع من هنا، لا كان جاي زي بومبي كده. ده كان الموديل القديم، لكن ده اللي هو الموديل الجديد بتاعه، ومنزل منه الاسود والابيض. بتفتح من هنا وبتجيبي له شمعه. طبعا لو كان في شمعه لون اخضر كانت هتبقى حلوه قوي. انا ممكن احاول اشوفها تاني لو نزلت. بس هو جنبه ما كانش بيقدر الشمع الابيض، فجبت البيضه. بس لو الشمع اخضر، يعني شوفوا لو انا مثلا يعني في الشمعه الخضراء دي، بس دي اللي هي الفواحه، يعني دي بتطلع ريحتها فظيعه يا بنات، فظيعه. بالتفاح اهي. يعني لو حطينا مثلا، عايزاكم تتخيلوا بس اللون الاخضر جوه الابيض، شايفين الشكل عامل ازاي؟ يعني الشكل يجنن، الاخضر مع الابيض شكله حلو قوي. لكن احنا مؤقتا هنحط الشمعة البيضة و لحد ما نشوف شمعة خضراء بنفس الحجم اهو. ده الموديل الجديد زي ما قلت لكم، منه الابيض ومنه الاسود. الحاجه اللي بعد جبتها بعد كده الفازه دي، كنت جايبه منها قبل كده واحده، كنت حاطاها في غرفه النوم عندي. وكنت حاطه فيها زي خرز كده موف، بس المره دي انا جبت فيها الثلاث وردات دول، عجبوني الوانهم قوي. وهحطها عندي في الصاله هناك. رغم ان انا ناويه ان شاء الله ان الديكور عندي هيكون زيتي، في ذهبيات، في خشب، يعني عارفين الاحساس ده اللي هو البيج في الزيتي في الاسود في اللي هي الالوان الدافيه كلها. فبفكر لو رحت تاني اغير الموف دي باحمر، فيبقى احمر مع الاخضر، مع دول الاتنين، دول الوان محايده تعتبر، اللي هو الاوف وايت، ده من يعني الوان محايده وبتليق قوي على الاخضر. يعني نشيل الموف دي ونحط احمر، هتبقى حلوة قوي، لايقة جدا مع الديكور هناك. بعد كده جبت الصينية دي. هي مش صينية، هي برضو ديكور وبتحطي فيها شمع اهي. الشكل اللي فات لو كنتوا فاكرينه كان دايرة، برضو كان نازل السنة اللي فاتت، لا المرة دي اللي هو الشكل البيضاوي ده شكله شيك قوي. بتحط فيه شمع، الشمع اللي هو الكبير، اللي هو نفس الشمعة البيضاء اللي كانت في المصباح، بيتحطوا هنا كده، ممكن مثلا 3. ممكن لو هتحطي زرع اخضر زي ده كده 3 مع بعض مثلا هنا، وهنا تحطي مثلا الزرعة دي
كده، بتبقى شكلها حلو جدا ومختلف، وبرده بتدي روح كده. الاخضر يا جماعه، او انا مش عارفه ليه بدات اميل قوي للاخضر. انا هنا كانت الشقه كلها موفات، والشقه اللي فاتت برضو كانت موفات، فحبيت اغير قوي. فحاسه ان انا حابه قوي الزيتي مع الاحمر مع الالوان الخشب، البيجات والذهبيات. فحابه الفكره وحابه الالوان. احب اسمع منكم برضو ايه رايكم في كده. شايفه ان هو شكله حلو وديكور جميل قوي. هنشيل الصينيه دي وهوريكم برضو اللي عجبني قوي وحسيته مختلف. دي هي في ناس بيستخدموها اكتر يعني حاجات كتير. يعني في ناس بيستخدموها مناديل، اللي هي المناديل اللي هي العريضه. طبعا انا جبت مناديل خضراء، كنت الاول عندي المناديل الموف فغيرت جبت المناديل الخضراء. ثواني هوريها لكم ازاي. ده شكل المناديل اللون الاخضر يا بنات في الخشب او الخوص. ده خوص يعني مش خشب. زي ما قلت لكم فكره الحاجات الخوص الخشب مع الاخضر مع الزيتي مع الاحمرات، مدخلاني كده في روح حلوه قوي. يا رب بس ما تبقاش روح شريره، تبقى روح كويسه. فحبيتها زي ام عمر ما بتقولك انا حبيتها. فانا حابه كمان تدخل الالوان ده. وقولوا لي برضو رايكم، انا حابه اسمع رايكم. الحاجه اللي بعد كده برضو خشب، اللي هو علبه المناديل. يا هنحط نفس المناديل دي، يا عايزه تغيير هيبقى في علبه المناديل الخشب دي برضو عشان تبقى لايقه معاه. ولو هما مع بعض على الترابيزه كده زي طقم، يعني زي طقم مع ده كده، يعني الاتنين كده جنب بعض. الفكرة بقى بتاعتي ان انا مش هستخدم دي للمناديل، انا هحط فيها برضو زي زرع، بس هنشيل طبعا التيكت ده. هنحط فيها زي زرع كده. ممكن نحط هنا حاجة في النص مثلا مع علبة المناديل كده. وعلبة المناديل بقى هتبقى هنا، المناديل هتتحط هنا. فكده شكلها حلو على ركنة طاولة جانبية او على السفرة بتاعتك، ان انتي تستخدمي الطقم يبقى خشب مع بعضه. ده برضو شكله حلو ومدي روح حلوة. ممكن مثلا نجيب شمعة هنا زي الشمعة الخضرة دي، يعني مثلا نشيل دي ونحط الشمعة الخضرة دي كده، هتدي برضو شكل حلو ومختلف قوي. الحاجه اللي بعد كده برضو انا جبتها عشان كله يبقى ماشي مع بعضه، الطبق الفيش ده. بس شوفوا مكان ما كنت، عشان زي ما يعني تاخدوا بالكم انه اكيد شكله كان مركون. يعني انا بقول لكم بقالي شهرين تقريبا بجيب الحاجه وبعينها عشان ما تبقاش كله مع بعضه تكلفه واحده. جبت دول كده مع بعض، كانت الواحده عامله تقريبا دينار و900 او دينار ونص. حبيتهم قوي ان انا ممكن احطهم برضو على السفرة او على ترابيزة الانتريه او في المطبخ. يعني بصوا انا جبت كل شغل الخوص والخشب مع الاخضرات، ما حددتش انا لسه احط فين، بس اللي هي الدنيا كده ايه بحاول اظبطها زي ما بقول لكم واحده واحده كده. بعد كده جبت الطبلات دي لقطة البنات. زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات انا جبت لهم ورق الحائط على لبني في قلوب كده بينك في ابيض. فجبت لهم البراويز دي ابيض. انا شفتها في ايكيا في غرفة نوم كده بناتي. شفت الديكور بتاعها معمول ازاي. فمش كلها حاجات يا بنات تقليدية. يعني مثلا بيضاوي مش لازم التاني يكون بيضاوي، لا ممكن يكون مربع، يعني مش شرط يكون كل البراويز زي بعض. وهنا هقطع صورة لفيروز رسمها او لاسيا رسمها وهحطها هنا وهعلقها. مش هحطها على حاجة، هي ليها ستاند ممكن تحطيها على حاجة، لكن انا هعلقها على الحيطة تدي شكل حلو ومختلف. ويا رب بس يعني يعجب البنات كده ويبقوا مرتاحين في الغرفة. هندخل على حاجة المطبخ. جبت الصينية دي الخشب دي عشان افطر معاكم الصبح، نعمل الروتين بتاعنا الصبح، فيبقى كده روتين حلو وخفيف عليكم. يعني يا دوب تاخد الصحن بتاع الكوب او المج
وجنبها طبق صغير فيه ساندوتش او فاكهه او اي حاجه، مش كبيره، حجمها مش كبير، بس يعني حبيتها برضو، ولونها خشب مختلف. الحاجات اللي جبتها برضو للمطبخ، انا لسه بصراحه ما جربتهاش، فهجربها واقول لكم. انا كنت عايزه اعمل اضاءه تحت المطبخ، اللي هو الجزء اللي هو اللي عند الرخامة، عشان ينور او يدي شكل مختلف. فلقيت الموضوع ده في ايكيا زي ما انتم شايفين كده، يعني هو هنا منور جنب الشاشة، شايفينه زي اللي هو بيت النور اللي بعملوه، اللي هو الخيط، اللي هو زي خيط كده او خرطوم فيه انوار صغيرة. بس ده مش خرطوم، هو انا مش هعرف افتحه، هو بقى ابو فيروز هيبقى يفتحه، ومعاه الفيشه بتاعته تتحط في الكهرباء على طول. بس هو اللي انا عايزه اقوله لكم ان هو مش طري، هو ناشف ناشف، فاهمين يعني؟ بيجي كده، هو شوفوا متني كذا تانية اهو، واحد اتنين تلاتة، تلات تانيات، وهيفتحهم كلهم يبقوا يعملوا خط ايه مع بعضه، ومعاهم الفيشه بتاعتهم تتحط في الكهرباء تنور. دول انا جبت منهم اتنين، ولو احتجت اكيد هجيب منهم تاني، بس انا عشان معرفهمش فاول مره اجربهم قلت بقى ايه اجيب منهم اتنين بس. لقيت كمان المفرش ده حلو قوي، بيقولوا منع للانزلاق، وممكن يتحط فيه الادراج، ممكن يتحط على الرخامه، وكمان ممكن يتحط في الضلف فيها حلل او فيها حاجه. جبتها ان انا افرشهم في الضلف، بدل ما الحاجه يعني يتبهدل وكده، وكل شويه اقعد انضف واغسل، فبفكر ان انا افرشه. شكله جديد عجبني، يعني حسيته مختلف، وقلت اجربه معاكم كده، ان شاء الله يطلع كويس، ولما اعمله اكيد هوريهولكم شكله ازاي عمل يعني. الحاجه اللي بعد كده اللي جبتها للمطبخ، الحامل ده بيتحط على الحيطه، بيتثبت كده مع المسامير بتاعته اهي. وجبت التلاتة دول، شايفينهم؟ انتوا عارفين ان الشغل الاخضر في المطبخ بيدي شكل حلو قوي، فده هيتعلق كده، يتعلق كده، واحد اتنين تلاتة، وهنبدأ مثلا نحط ده هنا كده، فيدي شكل مختلف، وبرضه هيبقى فيه هنا زرع وهنا زرع. انا صراحة جبت ده اتنين، يعني جبت ده واحد هنا وواحد زيه هنا اهو، وفي النص هنا هحط ورد لون مختلف، يعني الاتنين دول زي بعض، وفي النص هنا ورد مختلف، برضه هيدي شكل حلو للمطبخ. كل ما كان في حاجات خضرا في المطبخ، كل ما كان المطبخ نور عندك، واداكي روح ونفسيه احسن بكتير. زي ما انتوا عارفين موضوع النقل مش سهل، والواحد متخوف منه جدا، فبيحاول بقدر الامكان ان هو يجيب حاجه تريحه وترضيه وتخلي نفسيته احسن يعني. ربنا يجعلها بس خير علينا يا رب. ده موجود في ايكيا بنات، بتاع الصابون السائل. احنا بصراحه مش من هواة لو سمحتي يا اسيا الصوت، اسيا لو سمحتي الصوت. احنا مش من هواة الصابونه، فبنستخدم الصابون السائل على طول. فجبت للحمام اللي هو بتاع الضيوف، والحمام بتاعنا، جبت اتنين، هي الواحده تقريبا بربع موجوده في ايكيا. جبت منظم المعالق والشوك والحاجات دي، انا بستخدمه على طول، عندي واحد هنا هاخده، وان شاء الله برضو جبت واحد لو حبيت ان انا اوزع بين مثلا درجين او حاجه، فيبقى عندي واحد بزياده عشان ما يبقاش واحد بس، يبقى معايا واحد احتياطي. كمان الحاجه اللي جبتها للمطبخ اللي هي الصفايه دي بتتحط على اي حوض يا بنات، يعني يا دوب بس تتحط الناحيه دي والناحيه دي كده، يعني بتتثبت كده بالطول ومخرمه زي ما انتم شايفين. حبيت احط كوبايات، حبيت احط معالق، بس تنشف لحد ما احطها في المنظم. بس الحمد لله انا عندي غسالة الاطباق، في الحاجه بتطلع منها ناشفه، بس زي ما بقول لكم انا في حاجات ببقى انا اللي بعملها، ببقى انا بغسلها، فهحتاج طبعا للصفايه دي، هتدي شكل حلو في المطبخ، وهتسهل لي عمليه يعني. وخلاص بقى الحاجتين الاخرانيين اللي معانا، الكفر، مش كفر، زي بوكس كده ومتقسم. قلت للشوز، مثلا على الشرابات، الحاجات اللي هي الصغيره بتتحط في الدولاب،
بتبقى زي منظمات كده في الدولاب، بتدي شكل حلو في نفس الوقت بتبقى عمليه، عشان الحاجه ما تبقاش كده ايه، تبقى يعني متبهدله في الدولاب، لا هتبقى جوه وهو متقسم قطعتين او جهتين زي ما انتم شايفينه كده. فبالنسبه لي هيبقى الموضوع اسهل ان انا اشد منه على طول. ده برضو كان من ايكيا، هو شكله زي الكارو كده، مربعات كارو. بعد كده اخر حاجه معايا اللي هو المنظم بتاع الشوزات ده، جبته للبنات لان السرير بتاعهم هنا هو ليه ادراج، فانا حاطه فيها الشوزات. لكن هناك ما لهوش ادراج، فهحط الشوزات فيه. ففكرت في الفكره دي. شايفين السوسته بتتقفل من ورا ومن قدام، شكله اهو جوه كده، بتقفلي بتنزلي دي لتحت وبتقفلي الجزء ده. هو انا تقريبا حطيت فيه 4 شوزات الاطفال، يعني 4 شوزات كويسين. انا جبت منها 4، كان عرض اصلا على بعض 2 تاخدي عليهم 2 مجانا في نفس الباكت، فكانوا حلوين جدا. اوكي يا بابا، وسعرهم كان كويس قوي. ودي كانت اخر حاجه معانا، ويا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا بيه. وهنسى يعني مش هنسى ان دعواتكم ليا ووقفتكم جنبي دايما، ان انتوا بتساندوني. هستنى منكم الكومنتات عشان اشوف رايكم في المشتريات بتاعتي. ان شاء الله يا رب تعجبكم، واشوفكم على خير يا حبايبي. ام فيروز.